السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن الدرهم الإماراتي النادر جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا الدرهم الإماراتي. ناس كتير جدا معاها من الدرهم ده، ولكن مش عارفين ايه التاريخ النادر جدا واللي سعره غالي جدا. مبدئيا الناس اللي معاها الدراهم التسعينات والثمانينات والالفينات والحاجات ديت كلها، الحاجات ديت ملهاش سعر زي الدرهم النادر جدا واللي فيه خطأ السك. يعني ايه تاريخ خطأ سك؟ تاريخ خطأ سك اللي هو أصدر منه كمية قليلة جدا وتم سكها، لكن التواريخ الصحيحة بيكون أصدر منها كميات كبيرة وهي صحيحة وموجودة في السوق. طيب التاريخ النادر جدا بالنسبة للدرهم الإماراتي يكون نفس الشكل كده. واحد درهم واضح كده. التاريخ اللي مطلوب بيكون 1986. طيب في حد هيقول لي معايا تاريخ مثلا ايه اللي هو في تاريخ اللي هو مشهور جدا اللي هو 73، ده موجود منه كميات كبيرة جدا في سبعينات وفي تمانينات. طيب حد هيقول لي اشمعنى تاريخ 1986 وليه ما يكونش تاريخ 1973 وده تاريخ أقدم من 1986؟ هقول لك بالنسبة للعملات ما تتعاملش معاها بتاريخ قديم، لا تتعامل مع العملات بحاجة اسمها تاريخ خطأ سك. عرفت يعني ايه مثلا تواريخ الخطأ السك كده، انت عرفت تشتغل في العملات. لكن الناس اللي هي بتشتغل على عملات بتاريخ قديم، الحاجات ديت ما بتبقاش ليها قيمة نهائي. لكن الناس بتدور على التواريخ اللي هي الخطأ السك زي تاريخ 1986، وده سعره حاليا بيتجاوز فوق 10,000 جنيه مصري وممكن أكتر. أهم حاجة حسب حالة العملة. طيب الناس اللي معاها عملات وحابة إن هي تباعها إزاي؟ عندك الجروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. الجروبات ديت فيها ناس كتير جدا بتحب ان هي تشوف العملات، تبيع عملات او تشتري عملات. الناس اللي بتشتري بتكون مثلا حابة ان هي تحتفظ بالتاريخ اللي هو الخطأ السك والنادر جدا، وفي ناس ان هي بتحب ان هي تحتفظ بالعملات وبتشتريها ان هي تحتفظ بيها. طيب اللي معاه التواريخ اللي هي النادرة جدا بتعمل مزاد للعملة عشان يجيلها السعر تقييمات. طيب بنعمل ده ازاي؟ بنصور العملة وش وظهر صور واضحة جدا، ونبدأ نكتب بيانات العملة ونبدأ نفتح المزاد. ممكن مثلا تفتح المزاد تبدأه مثلا ب5000 لو العملة ب10,000 مثلا. حاول تبدأ انت المزاد بتاعك ب5000 ب6000. والرفعة مثلا بتكون من 1000 أو 500 جنيه، دي براحتك خالص. وأهم حاجة تخلي المزاد بتاعك متاح لمدة 48 ساعة، لأن الناس اللي بتخلي المزاد بتاعها لمدة 24 ساعة مبتستفادش منه نهائي، لأن 48 ساعة هي مدة كافية جدا لجميع الأعضاء إن هم يشاركوا في المزاد بتاعك. لكن ال 24 ساعة هي مدة غير كافية لباقي الأعضاء إن هم يشاركوا في المزاد بتاعك. برضو أي عملات عندك سواء كانت عادية مصرية أو أجنبية، برضو بتبدأ إنك تصور العملات وتباعها برضو على جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. زي ما قلنا الدرهم الإماراتي مفيش أي تاريخ مطلوب
غير 1986، لأن ده التاريخ النادر جدا وده اللي فيه خطأ السجل. لكن تواريخ بقى اللي هي السبعينات والحاجات دي كلها مش مطلوبة، محدش يسأل على الحاجات ديت، لا الكل يفرز اي عملات عنده ويطلع لو في تاريخ 1986 هو ده المطلوب وهو ده النادر جدا. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.